السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في درس جديد على القناة. النهاردة معانا درس توفير الكهرباء، واحنا بنقدم الدرس النهاردة بناء على طلب الطالبة لوجي. وان شاء الله بنوعد حضراتكم اي حد ان شاء الله ليه اي طلب يطلبه مننا ان شاء الله، ونقول اسم اللي طالب مننا الطلب دهوت اونلاين، يعني مكافأة ليه على اهتمامه على صداقته للقناة. وطبعا بنشكر صديقتنا لوجي مرة تانية على حقيقة متابعتها الجيدة جدا للقناة. ان شاء الله احنا كل ده بيحفزنا الحقيقه، وبيخلينا كده ان احنا نكمل ونقدم لحضراتكم مكتبه كامله فيها كل المواد للمرحله الابتدائيه ان شاء الله. برضو حابه اشكر كل المتابعين للقناه. بفضل الله احنا الشهر اللي فات زدنا 1000 مشترك في القناه، ودي اكبر زياده من ساعه ما القناه بدات. فانا حابه اشكر حضراتكم الحقيقه على التفاعل الجيد. لو حد عنده اي سؤال يسيب التعليق بتاعه اسفل شاشة الفيديو ان شاء الله هنرد عليه. لو حد عنده طلب عايز درس معين يتشرح يقول اسمه، واحنا ان شاء الله سواء هو كان طالب او ولي امر بنرحب بكل الطلبات، وان شاء الله احنا هنعرض الدرس بناء على طلبه وهنذكر اسمه في الفيديو. المطلوب من حضراتكم عشان تدعمونا، مش طالبين من حضراتكم اي حاجه غير ان انتوا تعملوا لنا سبسكرايب للقناه ولايك للحلقه. عايزين لايكس كتير للحلقه، وعايزين ان انتوا تشيروا الحلقه وتنشروها بين اولياء الامور وبين الطلبه. مش عايزين منكم اكتر من كده. طيب بالنسبه لي درس النهارده توفير الكهرباء، في الحقيقه انا لاحظت ان في بعض المعاني المهمه اللي موجوده في الدرس ومش موجوده في الكتاب الخارجي ومش موجوده في الكتاب المدرسي، والطالب مطالب بيها. فانا حبيت ان انا ان شاء الله النهارده اقدم لحضراتكم المعاني اللي مش موجوده في كتاب سلاح التلميذ ومطالب بيها الطالب، وكمان الاسئله اللي مش موجوده في سلاح التلميذ ومطالب بيها الطالب. وبالنسبه لباقي الدروس اللي قدمناها لسنة تالتة ابتدائي ان شاء الله هنعمل برضو حلقة لكل درس فيها الاسئلة وفيها المعاني اللي موجودة، المعاني والمضادات اللي مطالب بيها الطالب ومش موجودة في كتاب سلاح التلميذ، علشان يبقى باذن الله كده معاكم المعلومة كاملة متكاملة. النهاردة معانا المعاني اللي مش موجودة في سلاح التلميذ، والاسئلة اللي مش موجودة في سلاح التلميذ لدرس توفير الكهرباء. عندنا كلمة انقطعت، معناها ايه؟ معناها انفصلت. معناها انفصلت فجأة، على غير توقع، او على غير المتوقع، على غير المتوقع. بعتذر حضراتكم عن سوء الخط، الكتابة على البورد الإلكتروني صعب. جاء بمعنى أقبل، يا ريت نكتب يا جماعة مع بعض. جاء بمعنى أقبل، المعاني دي مش موجودة في سلاح التلميذ، فيا ريت نكتبها مع بعض. بعد كده عندنا نحسن، نجيد. بعد كده عندنا استخدام، استعمال. مضاءة، طبعا المعاني دي مهمة جدا والطالب مطالب بيها. مضاءة منيرة. ونخلي بالنا يا جماعة امتحان الميد ترم على الأبواب، وامتحان الميد ترم جاي السنة دي من الوزارة، يعني مش كل مدرسة تحط امتحان الميد ترم. فعايزين كده الطلاب بتوعنا يذاكروا كويس، يستعدوا كويس، لأنه مش هيبقى جاي من المدرسة هتقدم توقعات، لكن الامتحان جاي من بره. يحافظ معناها يهتم. الحاجة معناها الضرورة. 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 تمام. طيب نكمل مع بعض. شايفين معاني قد ايه مش موجودة في كتاب سلاح التلميذ؟ تنفيذ، تطبيق.
هي به. بدأت بمعنى أخذت. صحة بمعنى سلامة. خطة بمعنى طريقة. عادت بمعنى رجعت. يوفر بمعنى يرشد أو يرشد. يوفر بمعنى يرشد. طيب دي بالنسبة للمعاني اللي موجودة زيادة عن كتاب سلاح التلميذ. مهمة طبعا ومطالب بها الطالب، يا ريت نكون كتبناها مع بعض. واول من لو حضرتك ما لحقتش تكتبها وقف الفيديو واقعد وانقل حضرتك اللي مكتوب عندك على الشاشة. طيب نشوف الجمع اللي برضو مطالب به الطالب ولكن مش موجود في كتاب سلاح التلميذ. جمع نفس. أنفس. أنفس. جمعها أنفس. وجمع اقتراح. اقتراحات. تمام. طيب ده بالنسبة للجمع. طيب بالنسبة للمضادات المطالب بها الطالب ومش موجودة في كتاب سلاح التلميذ، عندنا تسرف، او ممكن تكون موجودة في سلاح التلميذ ولكن احنا بنقدم المضاد الافضل. توفر، بس هي معظم الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي مش موجود في سلاح التلميذ، بنسبة 95% منه مش موجود في سلاح التلميذ. تسرف عكسها توفر. بجوار عكسها بعيد عنها. يعمل عكسها يعطل أو معطل. عكسها معطل. فجأة عكسها توقع أو توقع. لطيف. لطيف عكسها سيء. عادت عكسها ذهبت. طيب ده بالنسبة للمعاني والمضادات والجمع المطالب به الطالب ولكن مش موجود في كتاب سلاح التلميذ. مهم جدا تكون حضراتكم نقلتوه معانا. دلوقتي هندخل على الأسئلة اللي مطالب بيها الطالب ومش مش موضحة برضو الحقيقة في كتاب سلاح التلميذ بشكل جيد، فاحنا حابين ان احنا نوضح لحضراتكم الأسئلة يعني بالإضافة لأسئلة سلاح التلميذ. لا احنا في كمان أسئلة زيادة مهمة ان الطالب يذاكرها علشان يقدر يجاوب على الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات. الأول هنقول السؤال الأول بيقول لك ما اقتراح باسم ما اقتراح باسم لتوفير الكهرباء. اقتراح باسم ألا نترك المصابيح مضاءة ونضيء المصباح الذي نحتاج إليه. تمام، يا ريت الطلبة يتملوا معايا واحنا بنكتب. يبقى ده السؤال الأول. السؤال الثاني ما اقتراح بسمة
لا نضيء المصابيح نهارا. ده اقتراح بسمة. طيب ما الاقتراح الأول للأم، لأن الأم عندها أكتر من اقتراح، عندها اقتراحين. أن نترك النوافذ مفتوحة صيفا فيصبح الجو لطيفا ولا نستعمل المكيف. تمام. طيب اللي بعديه، ما الاقتراح الثاني للأم؟ ايه الاقتراح الثاني للأم؟ الاقتراح الثاني للأم: لن نترك الأجهزة الكهربائية تعمل دون حاجة. طيب السؤال اللي بعده: دلل على إسراف باسم في الكهرباء. باسم يذاكر. نجاوب في صفحة جديدة. باسم يذاكر دروسه والنوافذ مغلقة والمكيف يعمل. ده دليل على إسراف باسم في الكهرباء. السؤال اللي بعديه: دلل على إسراف بسمة في الكهرباء. بعتذر لحضراتكم عن سوء الخط، لأن الحقيقة البورد صعب في الكتابة عليه. بسمة، نجاوب في صفحة جديدة. بسمة ترسم لوحة وبجوارها الحاسب الآلي يعمل. هي قاعدة بترسمه والحاسب ايه شغال بدون فائدة. دلل على إسراف الأم في الكهرباء. الأم تعد العشاء والفرن الكهربي يعمل بجوارها. طيب السؤال اللي بعديه برضو اللي مش موجود في سلاح التلميذ: ما الخطة التي تنفذها الأسرة
الإجابة بدأت الأسرة في تنفيذ خطة توفير الكهرباء. السؤال الأخير معانا: ما أهمية الكهرباء في حياتنا؟ بتستخدم في المدارس، المنازل والمصانع والشوارع والمستشفيات. وكل الأسئلة اللي احنا ذكرناها دي مع حضراتكم كلها مش موجودة، هي موجودة يعني مش موجودة بالشكل اللي احنا قايلينه ده في سلاح التلميذ. الأسئلة دي كلها مش موجودة، موجود الأسئلة بشكل مختلف وبشكل مطول. فالأسئلة دي كلها مهمة وبتيجي في الامتحانات، ممكن تيجي للطالب في أي اختبار. فبالتالي احنا محتاجين يبقى في أسئلة على كل جزئية وعلى كل جزء في الدرس. أرجو أن تكون الحلقة عجبتكم، وبعتذر لحضراتكم عن سوء الخط لصعوبة الكتابة على البورد الإلكتروني. إذا عجبتكم الحلقة بننتظر السبسكرايب من حضراتكم، بننتظر اللايك، وبننتظر الشير للحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدرس الجاي إن شاء الله مع الشبكات والخرائط وعائلة الكلمة لدرس توفير الكهرباء. انتظرونا.